عظمه بقى الموتوسيكلات البي ام لما يعمل لك موتوسيكل سبورت تورنج زي الحته اللي قدامنا دي. تعالوا يلا بينا نسمع الصوت ونخدكم شويه بالصوت. سامعين غشامه الموتوسيكل؟ ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. انا عايزك بس تقف للحظه واحده عشان نكمل الفيديو مع بعض. ليه بقى؟ لان الموتوسيكل اللي قدامنا ده فيه كميه تفاصيل لازم ندردش فيها ولازم انتوا كمان تعرفوها. فانا بصراحه مش عارف نبدا منين من كتر ما الموتوسيكل ده حلو وفيه تفاصيل كتيره، وكمان الموتوسيكل ده عايز ناس هتدفع فلوس كتيره. بي ام دبليو طبعا انتوا عارفين شركه المانيه، شركه قويه جدا وكل الناس عارفه العربيات بتاعتها، ولكن هي منزله موتوسيكلات. الموتوسيكل اللي قدامنا ده الاكس ار اللي هو السبورت تورنج. يعني النهارده عايز اركب موتوسيكل سبورت وفي نفس الوقت تورنج، القعده بتاعت تورنج، هديك الموتوسيكل ده زي بالظبط الموتوسيكل البي ام ال1000 ار ار. هي الفكره كلها لو خدتوا بالكم هتلاقي الموتوسيكل ده شبيه جدا للموتوسيكل ده، مع اختلاف بقى ان ده تورنج وده سبورت. ده الناس اللي حابه تركب ريسنج وده الناس اللي حابه تركب فكره التورنج، ولكن اختلاف في الموتوسيكل ده في تفاصيل كتيره جدا. هنبدا من الوش. طبعا زي ما انتم شايفين الموتوسيكل عالي، اختلاف طبعا ان هو انتوا مش حاسينه عشان احنا رافعينه على الحماله، ولكن الموتوسيكل اصلا ارتفاعه الارض عالي. الموتوسيكل اللي قدامنا ده موديل 2019 استيراد لسه واصل فابريكا. زي ما انتم شايفين كده الوش بتاعه تحس ان هو ايه، فزاع كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده وهنا الشريط الليد ده بينور الصبح ودول اوتوماتيك بيقفلوا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا عندنا السكرينه عشان خاطر الهواء. فالسكرينه دي بصوا زي ما انتم شايفين كده هننزلها تحت على مفصلات وتقدر تطلعها فوق. الارتفاع ده لو انت ماشي مثلا ايه على مسافه طويله. انتوا شايفين انا قاعد اهو، شايفين هي مغطياني لغايه فين، مع لبسه الخوذه بقى كمان كده هي مغطيه كله بالنسبه لوشي وبالنسبه للصدر اللي قدام. طبعا الموتوسيكل اللي انتوا شايفينه ده ما حدش يقول لي بقى الموتوسيكل شكله صغير عليك ومش شكله صغير. اللي انا بشوفه بقى في الكومنتات يا جماعه، اظن هاني عاطف جايب لي اكبر موتوسيكل اهو عشان نقعد عليه ويبقى الحجم ايه مناسب لايه لقعدتي. ما شاء الله انت قاعد راكب حاجه هجمه وفي نفس الوقت انا قاعد مرتاح. الموتوسيكلات دي بتبقى حلوه جدا في السفر والمسافات الطويله. ليه؟ لان هي فكره ان انا اركب موتوسيكل تورنج ان انا بتنقل من محافظات بروح اماكن لاماكن، فانا عايز موتوسيكل يبقى قوي معايا. الموتوسيكل قدامنا طبعا 1000 سي بيطلع 160 هورس باور، فاحنا النهارده لو بنتكلم على توب سبيد هيجي معانا لحد ال 285 كيلو. انا ما اعرفش بقى السرعه دي تقدر تجيبها وانت مستحمل ان انت تبقى قاعد على الموتوسيكل ولا لا، بس احنا برضو لازم نقول التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل. طبعا هو قدامنا تحس ان انت قاعد قدام كمبيوتر في كل حاجه، في مودز تقدر تتحرك فيها. طبعا هم عندنا 4 مودات. عندنا هنا الرود والرين والدايناميك برو والدايناميك. هنا هتلاقوا عندنا الار بي ام، هنا عندنا السرعه، هنا عندنا الجير يعني النقله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وهنا الحراره بتاعه الموتوسيكل، وهنا بيقول لك ان هو محتاج بنزين. هنا عندنا كساحه خلفيه تحس ان هو موتوسيكل. بصوا الموضوع ان انت حاسس ان انت راكب موتوسيكل ريس بقوه ريس، ولكن هو موتوسيكل سبورت تورينج، ان انت راكب حاجه بجدون عالي بقعده عاليه. طبعا هنا عندنا نظام الفرامل زي ما انتم شايفين بريمبو، هتلاقي اسطوانه يمين وشمال. طبعا بريمبو دي من اقوى الشركات بتاعه السيستم بريك. الجنوط الاماميه والخلفيه 17 عشان تحس ان الموتوسيكل نفسه حجمه في القعده عالي. هنا عندنا بيبقى فيه شاشه بتركب هنا على الجزء ده، وهنا الماوس بتاعها هنا عشان النافيجيشن لو تقدر بقى بتقطع طرق فتقدر تحط المابنج اللي انت عايزه. يقدر هنا يطلع لك شاشه متوصله اهي زي ما انتم شايفين بالكمبيوتر وتقدر تتحرك فيها بالماوس. طبعا الموتوسيكل راكب فيه سخانات كهرباء. فالموتوسيكل ده جمع ما بين حاجتين، الاون رود والاوف رود. فكرته ان هو انت راكب حاجه ادفنشر تقدر تخليها اون رود بالكاوتش اللي احنا قدامنا اللي شايفينه ده، ولو حبيت ان هي تخليها اوف رود وتقدر بقى تتحرك في الصحراء والرمال والاتربه والكلام اللي احنا بنقوله ده، هتغير الكاوتش ده وتجيب النقشه الثانيه بتاعه الاوف رود. فهنا عامل ميكس جامد جدا ان انت راكب حاجه سبورت وفي نفس الوقت ادفنشر، فانت ليك الشغل ان انت تعمل اللي انت عايزه. طبعا الموتوسيكل فيه مزود كويك شيفتر. الحمالات دي كلها نازله اوريجينال من الشركه. طبعا انت ممكن تشيلها خالص وتلاقي الديل بتاعك رفع وبقى سبورت اكتر، ولكن الناس كتير اللي بتسافر بتحتاج ان هي تركب شنط عشان مساحه التخزين. هنا عندنا الجاكمان نازل ستوك، يعني ممكن تشيلها برضه لو انت حابب تطلع صوت. الموتوسيكلات دي غشيمه قوي في صوتها، يعني تحس ان انت راكب فاهم حاجه قويه تحتيك، مش ان هو ايه انت راكب صوته خلاص، لا، بس الصوت بتاعها طبعا هادي زي ما انتم سمعتوا في الجاكمان الستوك. عداد بقى الموتوسيكل قدامنا ده هو افراج ماشي 11700، يعتبر برضه براند نيو على السنه بتاعته ان هو 2019، فاحنا
احنا بنصور في 23. طبعا حاجه زي دي بقى اللي عايز يتفرج عليها لازم يشوفها لايف كده قدام عينه عشان يتمتع من الحلاوه بتاعتها. احنا في موتو زوم في العسوي، اي حد عايز يجي يتفرج عليه ويعرف السعر بتاعه طبعا يقدر يجي يشرف في المعرض. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان دايما نفضل مكملين مع بعض.